اتحاد الكرة ورابطة الأندية النهارده رفعوا شعار الكل في خدمة الننوس علشان الننوس مقموص بعد قمصة نادي الزمالك بعد خسارته من النادي المصري البورسعيدي. قرر اتحاد الكرة ورابطة الأندية إن هم يرادوا نادي الزمالك سواء على مستوى المباراة عن طريق المجاملة الفجة والفجر التحكيمي اللي حصل لمصلحة نادي الزمالك أو على مستوى كمان اختيار رجل المباراة. نادي فاركو يا جماعة كل خبراء التحكيم أكدوا إن ليه ضربة جزاء واضحة وصريحة في الدقيقة 9 من المباراة والنتيجة لسه 0-0 على حمزة المسلوسي. لمسه يد واضحه وصريحه على حمزه المسلوسي داخل منطقه الجزاء كانت تستوجب ان الحكم يحسب ضربه جزاء ويدي انذار لحمزه المسلوسي وبالتالي غياب حمزه المسلوسي عن مباراه القمه. وهنا الحكم ولا ادى انذار للمسلوسي ولا حسب ضربه جزاء وكبر دماغه وعمل نفسه مش شايف حاجه علشان يخدم الننوس. الكره الثانيه كره هدف الزمالك الاول. الكره دي يا جماعه كل خبراء التحكيم اكدوا انها فاول واضح وصريح على حارس مرمى فاركو. كان لازم يتحسب فاول لحارس مرمى فاركو ضد لاعب نادي الزمالك، والهدف غير شرعي والهدف غير سليم وكان لازم الفار يتدخل في الكوره دي. بس الفار عليه مين يا جماعه؟ الفار عليه طارق مجدي. طارق مجدي اللي لغى هدف عمر كمال، اللي لغى هدف اكرم توفيق في مباراه الاتحاد السكندري بداعي يفول على عمر كمال. بيفوت كوره زي دي النهارده علشان يجامل نادي الزمالك وعلشان الزمالك يتراضى تحكيميا وما يزعلش ويبطل قمص. النقطة التانية بقى وهي الاختيار المضحك لعبد الله السعيد كرجل للمباراة. عبد الله السعيد يا جماعة النهارده عمل أرقام ما يعملهاش كريستيانو رونالدو في عزه مع ريال مدريد. تعال أقول لك أرقام عبد الله السعيد في المباراة واللي استحق عليها عن جدارة إن ياخد رجل المباراة. عبد الله السعيد يا سيدي خسر الاستحواذ 17 مرة، عمل مراوغة واحدة بس صحيحة، عمل كورات طويلة صح بنسبة 33%، عمل كورات عرضية صح بنسبة 37%، عمل 3 التحامات أرضية، زيرو التحام هوائي، وسجل هدف من ضربة جزاء علشان زيزو مش موجود. ودي ارقام بتوضح ان عبد الله السعيد يستحق مان اوف ذا ماتش طبعا. ما كانش عبد الله السعيد ياخدها مين ياخدها؟ وكل ده علشان نرضي المختلط علشان يرضى يلعب مباراة القمة. السلام عليكم.